الله يسعد أوقاتكم. أنا ساويت البرازق بالعيد الصراحة، بس ما صار لي وقت إني أعرض لكم إياه. بالنسبة للمقادير، عندي نص كيلو طحين متعدد الاستعمالات ومنخلته مسبقا. آه، طبعا أنا أول مرة كنت بساوي، والصراحة كتير 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 يعني طلع معي بشكل رهيب طيب. وإن شاء الله تعملوه بنفس المقادير ويطلع معكم نفس الشيء. ضفت له ربع كيلو من السمن الحيواني والنباتي، مخالطتهم اثنين مع بعض مع رشة ملح، ولازم يكون السمنة باردة. هلأ رح نخلطهم مع بعض لحتى تتشرب الطحين من السمنة منيح، وتتشكل معنا عجينة ناعمة. عجنوها كتير منيح، وبعدين بنحطها بالبراد لمدة نص ساعة لبين ما نجهز باقي المكونات. هلأ بالنسبة للسوائل أو التبليعة، راح نضيف 3/4 الكاسة، أي كاسة يعني بعيار 250. بنضيف لها سكر خشن، وبنضيف نص كوب من المي البارد. هلا إذا مستعجلة كتير ضيفي مي سخنة بدال المي الباردة، وشان يذوب السكر معك بأسرع وقت، وتحطيه بالبراد لحتى يبرد. ضفت لهم ربع معلقة صغيرة من الخميرة، وهذا شيء اختياري. هلا بنحركهم كتير منيح لحتى يذوب معنا السكر. انا استعملت المشبك، قلت احسن مشان يذوب معي السكر. هلا بالنسبه للسمسم، انا محمصه شوي من السمسم وشوي ني. راح اضيف لهم معلقه صغيره من السكر الخشن ومعلقه من العسل، وانتي فيك تضيفي قطر اذا ما عندك عسل. رح نخلطهم مع بعض، ولازم الخلط يكون بالايد، والاحسن ما تلبسي الكفوف، تفركيهم بهذا الشكل لحتى يتشكل عندك حبيبات. بس اذا شفتيها شادة الاحسن ترشيها شوية مي. طبعا ونفس الشي انا عملت بالفستق الحلبي، بس اقل بشوي. هلا رح نطلع العجينة بعد ما ريحناها نص ساعة بالبراد، وتماسكت وطلعت معي بهذا القوام. هلا رح نعطيها التبليعة، والسكر يلي ما داب معنا رح يضل بسفل الفنجان. رح تلاقوا انه رخو شوي، بس لما بتتشرب السوائل منيح رح ترجع تمسك. والاحسن كمان ترجعيها على البراد شي ساعة. طبعا هي عبارة عن تقليب بس، ما في داعي للعجن بقى، بس لنبلعها السوائل وبس. طبعا بهذا الوقت انت بتكوني مجهزة الفرن على حرارة 175 من فوق و175 من تحت. وهيك بعد ما ساعة تقريبا طلعتها من البراد، رح شيل القطعة ونكورن ونبلش شغل فيهم. خلي القطعة صغيرة، كل ما كانت القطعة صغيرة كل ما سهل عليك الشغل أكتر. الصراحة بتاخد وقت، صحيح نص كيلو بس أخدوا معي وقت، وبيعملوا كمية كتير منيحة. رح نزلهم أول شي بالفستق الحلبي، وبعدين رح أشيلهم من الفستق الحلبي ونزلهم بالسمسم. والسمسم كمان إذا رجعتي لاحظتي عليه إنه كتير ماسك، رجعي رشيه كمان شوية مي رشة. الضغط رح يكون فقط بالإصبعتين بهذا الشكل. شوفي، مرة باليسار ومرة باليمين، بيطلع معك بهذا الشكل. طبعا رح يتكون، يعني حيتكون معك شي مثلثي وشي دائري وشي مربع، بس يعني أكلة لذيذة لا يعلى عليها. عن جد نص كيلو بتاخد معك كتير وقت، يعني بالشغل آخر شي. هلا رح احطهم بالصينية. طبعا الصينية ما في داعي نهائيا تدهنيها شي او تحطي ورق زبدة. وهي تاني صينية جهزت معي، وهلا رح ندخلهم على الفرن. وهي اول صينية طلعت معي، ما اخذت وقت كتير. شوفوا شلون تحميرة من تحت، ما شاء الله على المنظر، بشهي. سووها صدقا بهي الطريقة، وان شاء الله بتنجح معكم 100%، وبتطلع بنفس الشهية. وان شاء الله تكون طريقتي عجبتكم، وشكرا كتير لكم للمشاهدة ولحسن الاستماع. ان شاء الله صحة وهنا.